سويت تجربة انبات البذور الشجر البري أو الشجر المحلي. شوفوا هذه تطلع خلال يمكن 3 أيام. طيب هذيك وحدة، هذه كتجربة، هذه طلعت خلال 3 أيام أو 4. طيب اللي يمكن الطلح زي الطلحيات يعني، هي اللي بذورها قاسية. خلنا أوريكم اللي أنا بادر من زمان، نقعته بس تنقيع يمكن مدة 12 ساعة عقب بذرته، اللي هو هناك اللي بالعشة أوريكم إياه. هنا شوفوا اللي بادر أنا، ما طلع شي تقريبا، يمكن 4 حبات بس، ولي بادرها أكثر من أسبوع. مضبوط. أقولكم كيف الطريقة، هي طريقة معروفة بس أنا أخذتها من هذا وقلت أجربها. مثل ما قلت لكم، تجنب النصائح اللي تطبق على شيء يعني عينة بسيطة، وإن نجحت ابتل فيها، ما نجحت أعرف إن كلام فاضي. لكن والله هذه سويتها ونجحت، يعني النمو خلال 3 أيام 4 بالكثير. هذا له أكثر من أسبوع ما طلع شيء إلا يمكن 4 بس، ولأني ترى منقع البذور يمكن 12 ساعة. أبعلمكم الطريقة كيف. شوفوا يا أخوان، هذا كيس البذور عندي، هذا مورينجا، هذا ورطة، هذا رمث عندي. والله السنة هذه ناويها إني أقشره عشان إن شاء الله يبارك بس. طيب أوريكم الطريقة كيف. هذه البذرة يا أخوان، تشوفون بذرة الطلح، هذه بذرة الطلح الفتنة. طيب شوفوا شلون قاسية. أنا والله جربتها على كل شيء، جربتها على طلح الفتنة، حتى على السلم والطلح الملحي، معروفة صغيرة لكن كسرتها. يعني شوي 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 كذا، تحاول تكسر الطرف بس ما تجرح الجنين اللي داخل. وتحتاج مقراض، كل ما صار المقراض صغير كل ما كان أفضل عشان تكون دقيق في الكسر. الحين شوف هذه مو مكسورة، بكسرها وأصورها لكم. شوفوا يا اخوان، كسرتها شي بسيط، الجنين سليم. طيب وتنقعها ساعة بس يا جماعة. أنا والله استغرب من اللي يقولون يوم، أنا نقعتها 2 مرة يا رجل، انتفخت تفخة مو طبيعية، أتوقع حتى الجنين تأثر. لا بس كذا، ونقعها ساعة بس، ساعة ونزلها بالأرض. طيب هذا الحمد لله، شوفوا نتيجتها، ما في 3 أيام وطلع. واللي هناك موجود أكثر من أسبوع وللحين ما طلع شيء إلا يمكن 4. فهذا اعتمدوا يا إخوان. لكن أنا والله أشوف ناس تقول بعد الكسر تنقعها 12 ساعة أو يوم كامل. أنا والله نقعتها 2 صراحة ما عجبني وضعها، حيل انتفخت وحيل أتوقع تأثر بالجنين. لكن ساعة كويس، بعد الكسر هذا ساعة تخلخل موية داخل الجنين وتهيئه وتنزله في الأرض وخلاص. هذه الطريقة يا أخوان اعتمدوها.